اعتدت شرطة الاحتلال بالضرب على فلسطينيين في باب السلسلة بالقدس المحتلة بعد اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى تزامنا مع الاحتفالات بما يعرف برأس السنة العبرية. وأفادت مراسلة العربي بأن مسنا فلسطينيا أصيب جراء دفعه عند باب السلسلة من قبل الشرطة الإسرائيلية، والتي شددت إجراءاتها في محيط الأقصى وأعاقت وصول المصلين إلى باحاته كما اعتقلت فلسطينيا. وكانت جماعات الهيكل المتطرفة قد حشدت لتكثيف الاقتحامات بالتزامن مع احتفالات ما يعرف برأس السنة العبرية. نحن موجودون في باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى الذي يخرج منه المستوطنون من بعد انتهاء اقتحاماتهم. النساء على الأرض هنا في البلدة القديمة بفعل دفع قوات الاحتلال وشرطة الاحتلال للنساء والفلسطينيين الذين تم إبعادهم عن المسجد الأقصى تزامنا مع الاقتحامات التي بدأت في ساعات مبكرة من صباح هذا اليوم وسوف تستمر على مدار فترتين في ثاني أيام عيد رأس السنة العبرية. قيود الاحتلال بدأت منذ الليلة الماضية، منع الفلسطينيون من أداء صلاتي المغرب والعشاء وفجر هذا اليوم، والقيود مستمرة لصالح هذه الاقتحامات التي من خلالها يقحم الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى في مناسباته الدينية كما هي السياسية. الآن صرخات الفلسطينيين هنا عند عتبات المسجد الأقصى الذين تم دفعهم وتم إبعادهم بالقوة بسبب هذه الاقتحامات. نرى هنا دماء على رأس أحد الفلسطينيين الذين تم إبعادهم بالقوة لصالح تأمين هذه الاقتحامات التي تتم بحماية قوات الاحتلال. من باب السلسلة، كريستين ريناوي، العربي، القدس المحتلة.